السلام عليكم ورحمة الله. معكم عتيقة من قلب الحياة اليومية لبناء زاد مالي حقيقي. اليوم الراتب وما أدراك ما الراتب. واش الراتب كينزل من هنا وكيطير قبل ما يكمل الشهر، يعني كيدير الجناوح، وكنحسوا براسنا ديما مضغوطين بالمسألة المادية أو لا من ناحية الفلوس. اليوم غادي نشاركو مجموعين طريقة بسيطة وعملية كيفاش نقسموا الراتب خطوة بخطوة. يعني قبل ما نهضروا على التقسيم خاصنا نفهموا واحد الحاجة، اشنو هي؟ ما كيتقسمش الراتب في العقل، كيتقسم بورقة، في على ورقة وقلم. الا ما كتبناش فين غادي يمشي الراتب، راه هو اللي غادي يقرر في المكان ديالنا، يعني غادي يمشي فين يبغي. جيبي ورقة ودفتر او دفتر وقلم، ولا لا كنتي من الناس المحبين لي نوت في التليفون حتى هو ماشي مشكله، غير المهم ما تقوليش مع في البال ديالك، ولا الانسان ما يقولش في راسو انا غادي نحسب غير بالعقل ديالي وانا تنعقل على كل شيء. هذه اختي وهذه خويا راه ماشي طريقه، وغادي نخدمو خطوه بخطوه ان شاء الله. ندوز الخطوه الاولى. اول حاجه كنخرجوها من الراتب الا وهي اول شيء او لا اول حاجه الا وهي المصاريف الضروريه او المصاريف الثابته اللي كيخرجها الانسان من اول الاولويات ديالو من ناحيه الراتب او لا الدخل. يعني هنا كتكون عند اغلبيه الناس يا اما كارين او لا، يعني شاري واحد المحل ومازال كيدفع فيه القرض ديالو. يعني هذه من الاولى الاولويات. كاين الوليدات مازال تيقراو، يعني المدارس كيكون الماء والضوء، اشياء ثابته تكون عندنا شهريا. اختي اخي لا يعقل انك ما كتكونش كتعرف المصاريف ديالك الثابته. راه الا كنتي كتسمع لهذا الفيديو وقفوا وقول خاصك تكون عندك اوتوماتيك في الدماغ ديالنا، خاص تكون عندنا المسائل الثابته عارفينها. يعني كتجيني في قرابات كنخلص كما كتعرف اغلبيتنا تيكون عارف، تيقول لك الانترنت عندي 100 درهم 150 درهم حافظها. حتى داك الموضوع تا هو خصك تكون حافظه. جميع هاد الامور انت راه عندك شي حاجه بسيطه، راه غير الاسره ديالك ولا غير هذاك البيت ديالك. يعني خاصك كي كنقولوا ملم ومحيط. وحتى انت واخا يكون الزوج ديالك يعني هو اللي كيتكلف ببعض الامور، وكاين انت تكون خاص تكون عندك واحد الدرايه. نحل واحد القوس اللي كثرت عليكم بالاقواس. المهم اختي خويا الناس اللي مازال ما مزوجينش وكيتصنتوا وكيسمعوا لهاد الفيديوهات، الله يجازيكم بخير من اللي تنويو الزواج وتعرفوا على شريك ديال الحياه. قبل ما تبداو هاد الخطوه تكلموا على في هذا الموضوع بيناتكم مع بعضياتكم، الطريقه كيفاش غادي نديروا الطريقه الماليه، كيفاش نديروا الاسره ديالنا. يعني اي اسره عندها واحد الدخل، يا اما انت كتساهمي بواحد النسبه من الصالير ديالك الا كنتي خدامه، ما كنتيش خدامه ولو الزوج ديالك هو الدخل ديالو الوحيد، حتى انت من حقك تعرفي وتجلسي انت وياه. قول ليه اخويا ولا قول لها اختي اجي راه حنا فحال الشركه، راه حنا شركه، راه هي شراكه اصلا، شركه. حنا بهاد الشركه باش نزيدو بها القدام وباش تنجح لا ليا ولا ليك، خاصنا نكونوا فاهمين حنا بجوجنا في هذه المساله الماليه. بزاف الناس وبزاف العلاقات يعني فشلات كان السبب الرئيسي ديالها المشكل المادي اللي ما كنتكلموش عليه، وكل كي كنقولوا كيبقى يجر لجيته. يستحب ويستحسن ندوي على هاد النقط. الا كنتو اختي واخويا فاهمين من الديبار غتمشيو مرتاحين وفي اريحيه. ما كنتوش مفاهمين على النقط الماليه غادي يكون عندكم مشاكل. يعني هذا الشيء كيأثر على حياتنا وعلى النفسيه ديالنا. كل واحد كيولي يجر لجهته، كي كنقولوها بالمغربيه كل كيجر لجهته. دونك ندوي على هاد الامور. من الاحسن الامور الماديه وعلى الدخل ديالنا. بغيتي غير تساهمي غير واحد النسبه بسيطه، ديك النسبه البسيطه ونجيريوها. انا غنعطي 2000 درهم في الشهر او 3000 درهم غنساهم. حنا ما نعطيوش، حنا هي كنساهموا بيناتنا، لان ما كيبقاش يسمى راتبي وراتبك، كيولي دخل اسري. انت اليوم غير انت وياه، غدا راه انت وياه والوليدات معكم ان شاء الله. ونسدوا القوس ونكملوا الموضوع ديالنا. يعني من 50% من الدخل ديالنا خاصها تمشي للضروريات، راه حنا تكلمنا عليها اشنو هما الضروريات. وكتبعوا النقطه الثانيه ولا الخطوه الثانيه اللي بزاف الناس كيتجاهلوها للاسف، الا وهي الادخار. يعني في حالة على حسب الدخل شحال فيه.
الادخار يستحب من 10%. يعني الانسان اللي كيربح واحد 10,000 درهم، دولار، اورو، يعني يخرج منها واحد 10%، يعني كتجي واحد 1000 درهم تقريبا شهريا. غادي ندوي ان شاء الله في الفيديوهات على كيفاش الطرق. كاين اللي ما تيقدرش يخبي عنده في البيت ولا هكذا، المهم بزاف ديال الطرق نتكلموا عليها ان شاء الله من بعد. يعني اليوم غادي ندويو غير انها خاصها تبقى للادخار، ما تبقاش للادخار معناتها ما كايناش، عينك ما كتبقاش تشوفها، ما تبقاش غير اللي جا عندك يبان لك غير داك 1000 درهم اللي خليتي في الشهر، خسرت الطوموبيل نمشي ليها. لا ما كايناش، صافي ما بقاش، ما كايناش. بحال كنتي كتربح 10,000 وليتي كتربحي 9000، هذا هو المبدا ديالو. من بعد منها تندوزو الخطوه اللي من بعد، الا وهي المصاريف المتغيره. اشنو هي المصاريف المتغيره؟ عندنا خريجات، يعني الانسان مره في الاسبوع ولا في الاسبوعين تيبغي يدير خريجات. عندنا واحد النسبه منها تنقدروا نخليوها للسفر، يا اما السفر السنوي يا اما السفر الموسمي. يعني تنبغيو نمشيو، كاينين الناس اللي كيخدموا في مدينه والعائلات يكونوا في مدن اخرى. يعني هذا كل اسره راه عندها كي كنقولوا متغير، الاشياء كتغير على الاسره الثانيه. كل واحد راه تيعرف فينا المصاريف ديالو اللي كتغير. كيتبعوها الملابس يعني تنخليو لها حتى هي واحد لو بيدجي ديالها، واحد الحصه ديالها حتى هي. كي كنقولوا كاينين مناسبات عائليه، كاين الزواج، كاين عزومه عرض عليك شي حد، كاين اعياد الميلاد، يعني شي حاجه اللي كتخرج لينا كنقولوا من الجنب. ونتمنى والله يكونوا خريجات من الجنب زوينين ان شاء الله، اللي الواحد يفوج فيهم كما بان لكم في الفيديو في الاول. هذه كانت مجرد، وقيلا كنتو كتسمعوا فيه في الانستغرام نزلوا تريندات بحال هكذا، يعني اصدقاء كيتجمعوا، كل وحده تشري العدد المجموعه ديال الصديقات ديالها، يعني 4 5 كتشري هدايا غير مزيره. هذا الشيء راه ماشي شي حاجه كثيره. الهدف ديالها وهو الانسان كيروح على نفسه، بالاخص اللي كتعرفونا حنايا هنايا اغلبيتنا ما عندناش العائلات، يعني تيبقى غير الرفقه الصالحه. ونتمنى الله تكون رفقتنا صالحه معنا ومعكم حتى نتوما، واخا غير اونلاين فهي رفقه كنترافقوا فيها مجموعين. انا كنتكلم بالصوت ديالي وانتوما من خلال لي كومونتير ديالكم، وما تحرموناش من لي كومونتير ديالكم زوينين ان شاء الله. يعني خريجات بحال هكذايا هدايا الانسان يعني ولا بد خاصك تخلي لهم واحد النسبه، باش ماشي كتجيك واحد المناسبه كتحس براسك مزير. جاك شي عرس باغي تخرج واحد الكادو ديال 500 اولا ديال 1000 درهم، يعني تيولي الانسان مزير بزاف. لا كل حاجه تنخليو ليها الحصه ديالها. وهنايا خاصنا ديما نحددوا واحد المبلغ شهري، ومنين كيسالي هذاك المبلغ، يعني هذا الشيء خلينا نقدروا نسميوه الترفيه بصفه عامه. هذا المبلغ ملي تنخليوه ملي تيسالي لينا، درنا 2000 درهم اولا 1000 درهم، كل واحد على حسب الدخل ديالو، ملي كيسالو صافي سالينا. ما بقاش لك فلوس، خرجتي هذا الشهر 2 المرات الاسابيع الاولى والاسابيع الثانيه، صافي الواحد يديباني راسو. وداك نهار السبت اللي مولف كيخرج يدير واحد الغديوه سبيسيال مغاير على داكشي اللي تياكل خلال الاسبوع، ونريح في الدار اولا نمشي عند العائله الا كان قرابين. يعني صافي سال المبلغ، ما كنقيسوش حوايج اخرين، ما نمشيوش نقيسو الدخل، ما نقيسو من الادخار، بغيت نقول عفوا، ما نقيسو حتى شي حاجه اخرى، باش كنتعلموا. الا شتو ولا مشيتو على هاد الخطط بحال هكذا واحد 3 شهور 6 شهور، كنولي كنتعلم، كنولي كنضبط نفسي. مش الشهوات ديالي ما كتبقاش هي اللي كتقودني، انا اللي كنقودها على حساب الدخل ديالي. ندوزو الخطوه اللي من بعد منها، الا وهي المصاريف المفاجئه. يعني تيجي طبيب، تيجي تصليح ديال السياره الا تعطلات او الموتور، كتجي شي حاجه ما كتكونش على البال كي كنقولوا، ما عندناش ليها الحساب. الا ما كناش كنخليو لها حتى هي واحد النسبه، غادا تخرب لينا في الميزانيه ديالنا. تقدري تمشي تاخدي من الفلوس ديال الماكله، تقدري تاخدي من داك الادخار، تقدري تاخدي من اي حاجه، لان كي كنقولوا ما نخليش ليها واحد النسبه. يستحب حتى هي تخلي ليها النسبه ديالها، يعني واحد النسبه بسيطه. كل واحد راه تيعرف راسو، اللي عنده سياره وعنده سياره قديمه راه عارف داك المتوسط ديال هذه. هنا غادي نقول لكم واحد القضيه دابا تفكرت ديال السياره القديمه. انا ايام زمان كانت عندي واحد السياره، واحد سوبر 5. المهم في الاول واحد العامين الاولى كانت خدامه معايا مزيان، ما كتقولش ايوا. المهم صافي لحقت واحد الوقيته
اللي وليت كل نهار السبت نمشي بها عند الميكانيسيان. كديك الساعه باقي ما الزوجاج، يعني الناس نهار السبت يديروا خريجه يمشيو للحمام، قالوا لا كوافوره، انا نهار السبت غادا عند الميكانيسيان. عرفتي الميكانيسيان اش قال لي واحد النهار؟ قال لي عتيقه اختي؟ قلت لي نعم. قال لي راه الناس راه زعما تياخذوا شي قرض بسيط بحال هكا شي كريدي ومشيو خرجوا شي سياره. يعني انا راني كليان، راه كنخلص داك الميكانيزم، مع ذلك مسكين افوس بقى كيجاوبني كل مره جايه اصلا جايه على شي حاجه انا ما عارفاش، جايه كنقول لي كنسمع شي تقرقيب، كنسمع هادي لدرجه مسكين هو قال لي سيري شري سياره جديده. المهم موضوع اخر غادي نتكلموا فيه ان شاء الله من بعد. جات سياره جديده ولكن ماشي ديك الساعه، لان كان عندي مبدا الاولويات دائما في الحياه ديالي. يعني كتعرفي راسك اولا كتعرف راسك شنو هي الحاجه اللي مهمه ليا دابا. واخا انا مزيره من واحد الناحيه، السياره كانت عندي كي كنقولوا مقرقشه، كتوقفني في شحال من مره، وكان عندي المستطاع انني نديرها، ولكن كان عندي حوايج اخرين غنتكلم عليهم من بعد. يعني هنايا في الخلاصه ما بغيتش نبقى نطول عليكم، وسمحوا لي الا كنت كنحل هاد الاقواس كنبقى نطول، سمحوا لي بزاف. يعني غير كنشوف شي معلومه اولا شي فكره ولا شي مثال اللي كي كنقولوا مرتبط بالموضوع واللي تقدر تستافدوا منه. يعني هنايا تقسيم الراتب ديالنا راه ماشي شي حاجه معقده، راه شي حاجه بسيطه. من الناس اللي كيقولوا لا ما عرفتش كيفاش بدايه، غير اهم شيء وهي البدايه. يعني الا بدا الانسان الشهر الاولاني ما تضبطاتش الامور، الشهر الثاني شويه، الشهر الثالث ما حدك وانت كتزيد وما حد الامور كتبدا كتحسن معك، لانك كتعلم. الا ما كنتيش متعلم نهائيا بشويه جبد ديك الورقه وسير، ماشي في الشهر الاولاني راك غضبط امورك وغتكون الامور كي كنقولوا 5 لا راه ما غيكونش هكذا. الا ما كنتيش انت متعود وما كنتيش بالاخص في الدومين زعما ديال شويه المحاسبه، الكونطابيليتي، الفينانس ولا شي حاجه، يعني غيجوك هاد الامور مخربطين. ولكن المهم وهي البدايه، غير نبداو الشهر الاول الشهر الثاني يعني كيكونوا فشل في الاول، ولكن غتجي النتيجه. نقدر نقول لك مده 6 شهور تبدا تحس بالنتيجه. عرفتي امتى غتعجبك؟ ملي كيبدا لك داك الادخار اللي كنتي ديري فواحد لونفلوب وفوق ما كتقيسوش كيعجبك الحال. كان 1000 ضربت 6 شهور راه ولات 6000. يعني راه كتقول هاد 6000 انا ما كانش كتجمع ليا، فين كانت كتمشي؟ الله اعلم. انا الماكله راه حنا باقيين كناكلوا، واش كتظنوا لا حيدنا من الادخار وقادين الامور ديالنا واش حنا ما كناكلوش؟ كناكلوا ولله الحمد وشبعانين ولابسين. ولكن هذوك الامور فين كتمشي؟ غنديروا عليه حتى هو فيديو اخر فين تيمشيو هذيك الفليسات ديالنا اللي هما دابا درناهم في الادخار، راه كانوا كيمشيو في اماكن اخرى، كيمشيو عند ناس اخرين اللي ما حنا ما مستعديش باش نعطيهم قال مولا من الفلوس ديالنا. حنا ننظموا الامور ديالنا والخير ديالنا يبقى عندنا، وإلا ما تحكمناش في الدخل ديالنا هو اللي غادي يتحكم فينا ماشي العكس. الا وصلتي حتى لهنايا ومازال ما مشتركش، اشنو كتسنى؟ مرحبا بك معنا، اشترك وان شاء الله اعدك ان شاء الله بالجديد. وكنتظر الاقتراحات ديالكم، الاستفسارات، التعاليق ديالكم. شاركوا هذا الفيديو مع الحباب ديالكم، مع الناس اللي كتحسوا ان الا وصلتهم هذه المعلومه غادي يستافدوا، والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمه الله.